كلمات ممنوع تسمح لأي راجل غريب يقولها ليكي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم أهل عرفة، ودي قناتي قناة حريات بشارك فيها معاكم كل حاجة، كل ما يخص البيت والأسرة والمجتمع، ومش هننسى المطبخ وكمان بعض من يومياتي. أكلمك النهاردة عن حاجات أنا باخد بالي منها إنها بتبقى منتشرة شوية، خصوصا لما تكوني بتشتغلي مع مكان فيه رجالة. باخد بالي ان ممكن بيبقى الموضوع فيه شوية اخوية زيادة عن اللزوم. تلاقي مثلا زملائك من الرجال بيتكلموا معاكي اللي هم كأنهم اخواتك. فانا جاية النهاردة في فيديو النهاردة هقول لك ايه الحاجات اللي ما ينفعش اي راجل غريب يقولها ليكي او يتعدى حدوده معاكي. قيمتك بتبدأ من الحدود اللي بتسمحي للناس انهم يقفوا عندها. في كلمات وتلميحات ممكن تتقال ليكي من باب الهزار او العشاء، بس في الحقيقة بتعتبر تجاوز. فيديو النهاردة هقولك على اهم 3 جمل لو سمعتيهم من راجل غريب، زميل، جار او حتى معرفة، لازم تحطي خطوط حمراء. اول حاجة تجاوز الحدود، التعليقات اللي فيها تغزل مبطن، يعني مثلا وصف ليكي زي اللبس ده مفصل عليكي، ايه الشياكة دي، او لون الروج ده لايق عليكي. الكلام ده مش مجاملة، ده اقتحام لخصوصيتك. المجاملة الراقية بتبان، لكن الوصف ده هو بداية لكسر الكلفة ما بينكم. الرد المناسب في المواقف اللي زي كده انك تردي او انك تبصي له بصة جدية فيها صمت. طبعا يفضل انك تكوني واضحة وصارمة في الموضوع ده جدا، وتقولي لو سمحت انا ما بقبلش اي تلميحات او اي تعليقات على مظهري من اي حد، سواء كان بالايجاب او بالسلب. ولو انتي مش هتعرفي تردي كده مثلا، فممكن تقولي بنظرة فيها جدية شوية خلينا نركز في الشغل او الموضوع اللي بنتكلم فيه. تاني حاجة الاسئلة الشخصية الاستدراجية، زي مثلا ان هو يقولك هو انتي ليه لسه مش مرتبطة، مين اللي كان معاكي في الصورة ديت، او بتروحي فين بعد الشغل. خليكي عارفة ان حياتك مش مجال لاي حد يتكلم فيها. الرد الذكي هنا بيكون ليه بتسأل. السؤال ده لوحده كفيل يرجعه مكانه ويحسسه انه سأل سؤال ملهوش فيه. ثالث حاجة بقى تقليل الشأن او التنمر، الجمل اللي بتقلل من عقلك او قدراتك من باب الضحك، زي يا ستي وانتي فاهمة في الحاجات دي، او اكيد انتي اللي بوظتي الجهاز، او يا ريت كل الستات زيك كده ساكتة ومريحة. وهنا السكوت بيكون غلط، لان الرد لازم يكون حازم. انا مش شايفة ان الموضوع يضحك، او رأيك احترم بس ملوش اي علاقة بالواقع. الاحترام ده مش اختيار، ده فرض عليك. اللي بيسمح للناس انها تتجاوز حدودها معاه هو اللي بيفتح الباب لقلة القيمة. خليكي دايما راقية في ردك وحاسمة في موقفك، انتي اللي بتعلمي الناس ازاي تتعامل معاكي. وفي نهاية الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وسبسكرايب وتشير الفيديو ده لكل بنت عشان تعرف ازاي تتعامل في المواقف اللي زي كده. ولو حصل معاكي موقف زي كده شاركينا في الكومنتات علشان كلنا نتعلم منك.